احنا الازرق عاشقينه، احكي الله شلون بينا، احنا الازرق عاشقينه، احكي ما يحبنا لا يجينا، ما يحبنا لا يجينا. مبروك سيد، موفقين. ألف مبروك الفوز النادي النجف. مبروك ان شاء الله، ان شاء الله اريد الاحسن. اريد يجينا، اموت على بن قناوي واريد اشوفه، اريد اهم شيء محافظنا ابويا، نطالب منافسه جمهور النجف، تدري جمهور النجف كسبه ونريد من عنده خدمه صغيره، سيارات مجانا. مباراه جميله ومباراه كانت صعبه، بس الحمد لله اخذنا 3 نقاط. الاهم 3 نقاط، ونطالب من الجمهور شويه صبر، خليه يصبر. شلون شفت هويه الفريق؟ زين هويته شويه، مباراه عن مباراه قاعد يتحسن، بس الجمهور خليه شويه يصبر، وان شاء الله راح يحل الطلبه 3 نقاط ابو حسين، بس الجمهور خليه يصبر، خليه يصبر. زين وان شاء الله ان شاء الله خير. والله اول شيء المباراه الشوط الاول كان نجفي بحت، والحمد لله وشكر سجلنا جول من ضربه جزاء، بس الشوط الثاني التغييرات مال المدرب غني شاهد اللي طلع محمد زامل ودخل لاعب مدافع خلى المباراه النص راح من عندنا انتهى. هل هم سيطروا والحمد لله وشكر سرهند والمدافعين ما قصروا والحمد لله، ان شاء الله من فوز الى فوز والقادم افضل ان شاء الله نادي النجف. والبركه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندنا امام الطلبه ان شاء الله نفوز، وعندنا هناويه جويه، بس الناشد عبد الغني شهد صعد الفريق لين الفريق. يعني الفريق فايز 10 وشنو لعب ماكو، شنو الفائده؟ مهاجم نريد مهاجم للنجف. عم نريد مهاجم ما عندنا والله. مهاجم نريد للنجف، الهجوم افضل وسيله للدفاع هي الهجوم كابتن. كلهم ابطال وفريقنا وروس فريق مرتب وقاعد ينافس على المربع، فكلهم ابطال وان شاء الله النجف. ماكو فريق يلعب 11 لاعب كله دفاع، لازم يعني واحد يلعب 11 لاعب كلهم دفاع، يعني الكونه كلهم يعني لعبه اعصاب والله العظيم، بيطلع نروح يلا فزنا. لعبنا اليوم مو تمام، نهائيا مو تمام، وتبديلاتنا اليوم تبديلات مال محمد زامل ومحمد قاسم مو صحيحات. بس نحن نطلب من اللاعبين بعد، اطلب من نفسك محمد قاسم وغير محمد قاسم، اطلب من نفسك شويه، لان اليوم الاداء مو ذاك الاداء، بس احنا نقول مبروك لهم، مبروك للاداره، تحياتي لك كابتن علي. مبروك فوز نادي الغزلان 1-0 وادرك الفريق. والله طبعا الحمد لله والشكر، انتصار ثمين و3 نقاط، بس يعني الشوط الثاني عبد الغني شهد شويه تبديلات، اتمنى توصل لها التبديلات شويه. والف مبروك الف مبروك للغزال، 20,000 متفرج وياه واحنا ندافع، 20,000 متفرج موجودين اليوم، وعبد الغني شهد الشوط الثاني يدافع. عبد الغني شهد انه اليوم راجع اللعبه، اليوم اللعبه الحق المدرب رجع كله دفاع، ليش خلى الضغط علينا؟ هذا الضغط كله صار علينا، فريقنا مرتب يلعب لعب نظيف، مهاجمين خوش مهاجمين، بس هو المدرب اخطا اليوم وعنده اخطاء هواي. محمد داوود ومحمد قاسم ما عاد هذا مو مستواهم، عندهم الافضل.